فبالتالي نحن قيمناه في أمانة عامة، وأردنا أن نشرك معنا الإخوان في المجلس الوطني. فإذا هذا هو القضية ما غير ملزمة قانونيا، ليس هناك ما يلزم قانونيا بإشراك المجلس الوطني في، لأنه هو يفوض، وقضية تدبير الدخول في الحكومة ويعني تعيين هذا الشخص أو هذا أمر، وتدبير التفاوض أيضا والأحزاب التي ستدخل والأحزاب التي تدخل، هذا قرار ديال الأمانة لا، هو في الحقيقة قرار ديال رئيس الحكومة المعين، ولكن رئيس الحكومة المعين راه كينتمي للحزب وكيستمع للحزب ديالو. بطبيعة الحال الحزب ديالو كيوضع عليه وكيقترح عليه المنهجية التي من خلالها سيشكل هذه الحكومة. إذا هذا اختصاص ديال الأمن العامة، ولكن سياسيا في هذه المرحلة كان من الضروري باش يجيو الإخوان ويسمعوا أولا التقرير ديال الأمين العام حول هذه المرحلة هذه، ويسمعوا كذلك الرئيس الحكومة المعين، ثم بعد ذلك يستخلصون ما يستخلص السيد رئيس الحكومة المعين من هذا المجلس ومن الأمانة العامة بعد ذلك، يعني التوجهات التي يعتبرها أنها توجهات الحزب، كما أنه سيستمع للأحزاب الأخرى التي سيدخل معها في التفاوض. ولكن الأغلبية كان يتوقع أن اليوم اليوم اختيار من سيمثل الحزب، يعني لا. اليوم أمس الكل تفاجأ. لا كيفاش؟ لا، اختيار يعني رئيس الحكومة هذا اختصاص حصري لجلالة الملك، هو الذي يعين وليس أي شخص آخر، وليس الأمانة العامة ولا غيرها. فبالتالي جلالة الملك حينما اختار الدكتور سعد الدين العثماني بقي اختاره في نطاق الدستور، وبقي وفيا لروح الدستور، من حيث أنه رجع إلى الحزب الأول ثم رجع إلى ثاني شخصية بعد من كيران، بعد أن ظهر بأن تشكيل الحكومة في بعد العمل الذي قام به كان أصبح متعذرا أو يبدو أنه متعذرا. نعم، ممكن تبقى نفس يعني الشروط للأمانة العامة. لا، الأمانة العامة يعني هي واضحة، قالت يعني الشروط التي أدت إلى يعني تعذر تشكيل الحكومة إذا استمرت فإنها ستؤدي إلى نفس النتائج. اليوم هناك أمين عام، هناك رئيس حكومة جديد، هناك معطيات جديدة، قد تكون هناك معطيات جديدة أو قد لا تكون. هناك نقاش اليوم يدور في المجلس الوطني، هناك نقاش أيضا سيقوم في الأمانة العامة بعد أن يجري الدكتور سعد الدين العثماني مشاورته، وآنذاك ستتحدد ما هي الشروط التي ينبغي أن تبقى، ما هي الشروط التي ينبغي أن تزول. ولكن لا أحد يستطيع اليوم أن يجزم كيف سيدبر الدكتور سعد الدين العثماني المشاورة، لأن هذا أمر كيخصه هو كرئيس حكومة. اليوم في المجلس الوطني ما نتغداش ياك متشبت بعدم دخول اتحاد الشباب لحد الساعة لا يزال متشبتا. يعني هذا هو آخر قرار ديال الأمانة العامة، فعلى ماشي المجلس الوطني. المجلس الوطني لا يدخل في هذه التفاصيل. المجلس الوطني لا يدخل في هذه التفاصيل، والأمانة العامة يعني حصرت يعني القضية ديال تشكيل الحكومة الأحزاب ديال الأغلبية السابقة. الآن هذا أمر مع المشاورة اللي غتجي، هذا أمر مطروح للأمانة العامة، قد تراجعه وقد تبقي عليه.